بكى الفضيل يوما فقيل له: على ماذا تبكي؟ قال: أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده لكنه كله ذهب، ولهذا أحبتي لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم. فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له: يا أبتي أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني إنها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم أيا كان هؤلاء الظالمين أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم. هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، هذا الظالم الذي ظلم عماله، هذا الظالم الذي ظلم من يعملون عنده، هذا الظالم الذي يظلم الناس والأقارب والجيران. ألا علم ذلك؟ أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم؟ وأقول لهؤلاء للظالمين: والله مهما زدتم في ظلمكم، في جبروتكم، فيما تفعلونه من قهر للناس، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يروي عن ربه جل في علاه أن الله جل في علاه قال: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المظلوم لترفع فوق الغمام. يقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذ: أعلم الأمة بالحلال وبالحرام. فالظلم ليس معلق في عنق الحاكم فقط. قد يكون الواحد منا ظالما لنفسه، قد يكون الواحد منا ظالما لزوجته، قد يكون الواحد منا ظالم لأطفاله، قد يكون الواحد منا ظالم لقريبه أو لجاره. ليس الظلم ظلم الحكام فقط، ولا ظلم ولاة الأمور فقط، فالظلم عام وشامل. فقد يكون الواحد منا ظالم وهو لا يدري، ظالم لأمه وهو عاقها، ظالم لوالده وهو عاق. قال النبي لمعاذ: ليس لي ولا لك. قال: لمن هو أعلم الأمة بالحلال وبالحرام. قال: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم،
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب. ذلك الملك الذي استيقظ يوما وقد فتح شرفة قصره ونظر، وإذا بكوخ امرأة عجوز على باب القصر، لم تجد لها مأوى فأوت بجوار القصر فصنعت لها كوخ. قال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: أيها الملك، إنه لامرأة عجوز لم تجد لها مأوى فأوت إلى ذلك الكوخ. قال: اهدموا كوخها. قال: اهدموا كوخها. كما يفعل الظالمون اليوم، كما ينغص الظالم على الناس حياتهم وحياة أطفالهم وينغص على الفقراء حياتهم. قال: اهدموا هذا الكوخ. فهدموه بأمر من الملك، وكانت المرأة العجوز غائبة، فلما عادت لم تجد كوخها فرفعت يديها إلى السماء قالت: اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ فأين كنت أنت؟ فأرسل الله جبريل عليه السلام فهدم القصر على رأس الملك ومن معه. تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لما وقف سليمان بن عبد الملك خطيبا بالناس، وقف إليه أحد الفقراء قال: أيها الملك، اتق يوم الأذان، فوالله وتالله ووالله إننا نخاطب الظالمين في زماننا، إنما نخاطب من ولاهم الله علينا ونقول لهم بصوت المقهور المظلوم المستضعف: اتقوا يوم الأذان، اتقوا يوم الأذان، اتقوا يوم الأذان. لما نزل من على منبره قال: أيها الرجل، وما ذاك يوم الأذان؟ قال: اسمع قول الله، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يقف مؤذن يوم القيامة ينادي ويصرخ يوم القيامة: ألا لعنة الله على الظالمين. لما حبس الرشيد في سجنه وقد كان ملكا منعما، كان عنده من الملك ومن المال ما عنده، لكنه حبس وأصبح دليلا بعد عز، وأصبح ضعيفا بعد قوة، وأصبح دليلا بعد رفعة. قال لابنه وقد كان محبوسا معه، قال ابنه له لوالده: قال يا والدي انظر أين كنا وأين سرنا، أين كنا وأين سرنا؟ النعيم والمال والذهب والفضة والزبانية والحراس والمواكب، أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني والله إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. دعوة مظلوم. لا تستهينوا، لا تستهينوا بدعوات المظالم، ومن ظلموا فإن دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد. فنقول للظالم: اتق الله، اتق الله، واعلم أنك على موعد للوقوف أمام الله،
ونقول للمظلوم اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن حقك إن لم تأخذه في الدنيا ربما تظلم، ربما من ظلمك له واسطة، ربما من ظلمك هو القاضي، وكيف نقضي على القاضي وهو القاضي؟ فربما من ظلمك هو القاضي أصلا. ولكن اعلم أن محكمة الآخرة فيها شهود هم الملائكة، وفيها قاضي هو رب العالمين. ما في محامي نعطيه رشوة حتى يغلق القضية، ما في وزير نضع رشوة في جيبه حتى يغلق القضية، لا، ستفتح كل القضايا. فوالله لو مضى على القضية 1000 عام ستفتح يوم القيامة. والله لو أغلقت القضية 2000 عام ستفتح يوم القيامة. ومن الذي سيفتحها؟ رب العالمين. سيؤتى بكل من شهد زور ليحاسب، سيؤتى بكل من قتل ليحاسب، سيؤتى بكل من ظلم سيحاسب. ستعرفون سيؤتى بمن؟ من أعان ظالما ولو بكلمة حشر معه. من أعان ظالما ولو بكلمة. من الناس من يعرف أن هذا ظالم فيعين الظالم ويقول أنا لم أعنه ليضرب أو ليقتل أو ليتجبر، لكنني أعنته بدعوة، أعنته بنصرة، أعنته بكلمة. من أعان ظالما ولو بكلمة حشر معه يوم القيامة. لشاب أمه مريضة بوباء كورونا، حرم ذلك الشاب أن يزور أمه أو أن يتابع حالتها، فما كان من ذلك الولد البار. مثل هذه المقاطع والصور تداولوها كما نتداول غيرها من السلبيات والمصائب. وإذا بهذا الشاب يتسلق حائط المستشفى كل يوم ويبيت على شرفة غرفة أمه في المستشفى، يبيت كل ليلة، يبيت كل ليلة، ورأيتم الصور وسترونها، يبيت كل ليلة متسلقا الجدار، يبيت وهو ينظر على شرفة المستشفى، ربما الطابق الثاني أو غيره، وهو ينظر إلى أمه ويراقبها. ولسان حاله أماه لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ كأن لسان حاله أماه خذي من صحتي ولا تمرضي، أماه خذي من فرحتي ولا تحزني. ولكن في صباح الأمس رحلت أمه وانتقلت رحمة الله إلى رحمة الله. فيا من تنتظر أمهاتكم في دور المسنين أعيدوهم إلى البيوت. يا من عققتم أمهاتكم أعيدوا البر إلى قلوبكم. واعلموا والله، اعلموا والله أنكم لو حججتم بيت الله وصمتم رمضان وزكيتم بحر مالكم كله، وأمكم وأمهاتكم والأم في البيت غاضبة، والله ما نفعكم حج بيت الله ولا نفعكم صيام رمضان. واسألوا من؟ اسألوا من أمهاتهم تحت التراب، اسألوهم عن قيمة الأمهات.